السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى حبايبي، يلا بينا نرجع مع بعض نوفمبر ريفيجن. أوكي، امتحان يوم الاثنين إن شاء الله بالتوفيق يا رب، والدنيا هتبقى سهلة وإن شاء الله الدنيا تعدي. يلا بينا. Unit 3 Truth versus Lies. تمام؟ Be caught in a trap. يقع في فخ. Betray, clothing, deceive, dishonesty, explanation, exploit, exploitation, favor, honest, argument, attack, awareness, confused. دي أهم كلمات يونت 3. طيب. Pressure, put on, reputation, scam, too good to be true, trust but verify, wolf in sheep's clothing. هم ذئاب ولكن في زي حمل. تمام؟ pose, weaken, defense, invisible غير مرئي, ruin, rumor اللي هي الإشاعة. اللانجوج نوت، ايه الفرق ما بين او واون؟ او يدين بحاجة. O2 I owe علي 5 pounds. أنا مديونة لعلي ب5 جنيه. But I owe 5 pounds to علي. لو الاسم جه في الآخر ياخد to. يبقى أنا عندي هنا يو اللي هو الفاعل أو المفعول. تمام؟ أنا مديونة لك أنت بفلوس. لو أنا جبتك قلت لك أنا مديونة بفلوس ليك أنت، دي تاخد to. لو الفاعل جه في الاخر ياخد تو. تمام؟ لكن I owe you some money، انا مديونه لك بفلوس. لو انت جيت في النص وبعدين الفلوس جت في الاخر مفيش حروف جر. اللي بعد كده affect يؤثر، have effect on لديه تأثير على، تبقى I affect علي او I have effect on علي. طيب have a good effect on لديه تأثير على، have a bad effect on لديه تأثير على. لو لقيت كلمة effect بالإي يبقى أنت هتاخد on، effect هتاخد on. أما affect يؤثر ما بتاخدش إيه؟ حرف جر. embarrassed ashamed وshy، قلنا في فرق ما بين الثلاثة. shy خجول الطبع، هو بطبعه خجول. a little bit isolated he's not sociable، هو مش اجتماعي. but ashamed خجلان من حاجة هو عملها، هو عمل حاجة غلط فهو ashamed. كلمة embarrassed محرج من ايه؟ حد احرجه. يبقى ashamed انت اسوأ حاجة فيهم. لو انت ashamed خجلان من مشكلة، من مصيبة انت اللي عاملها، قلنا ايه؟ عاملة، صح كده؟ اما shy خجول الطبع، اما embarrassed يعني ايه؟ كلمة embarrassed يعني محرج لان في حد احرجه. قلنا ashamed ايه؟ عامل. الله يرحمها بقى المدرسة بتاعتي دولة، الله يرحمها مس حنان، هي اللي معلمة ايه؟ ashamed يعني ايه؟ عاملة، هو خجلان من حاجة هو اللي عاملها. lend يسلف، borrow يستلف. lend دي بقى اعملها بايدك، lend borrow، ربنا يجعلك lend ما يجعلكش borrow. اللي بعدها او مديون بحاجة، own يملكها، يبقى هم عكس بعض. لما انا اقول لك ايه؟ I owe my friend 200 pounds، انا مديونة بايه؟ ب200 جنيه. she owns a beautiful red car، هي تملك عربية. لو قلت I own 200 pounds أنا أملك 200 جنيه. طب I owe 200 pounds أنا مديونة ب200 جنيه، عكس بعض. يبقى ربنا يجعلك own دايما تملك، إنما أقول لا مديون. cloth القماش عامة، clothes هي الملابس، clothing اللي هو حاجة زي كلمة زي ورسمي وتبقى يعني بتبقى رسمية أكتر. بعد كده هناخد قاعدة if. ركزي معايا كده واحدة، بصي معايا على الرسم. if a volcano erupts، دي حرف الإي. it sends dust، لما البركان يثور بيرسل أتربة، دي حقيقية. أول ما البركان يثور بيطلع حمم بركانية، دي حقيقة. يبقى مضارع. if water freezes it turns into ice، لو المية اتجمدت turns تتحول لتلج طبعا. طيب if you put a stone in water it sinks، لو حطيت حجارة في المية it sinks تغوص. مضارع، كل ده أنا بقول حقيقي. طيب if you put ice in the sun it melt، لو حضرتك وضعت if you put التلج في الشمس اللي يحصل؟ اللي يحصل لو put some ice in the sun، حطيتهم في الشمس it melts هتدوب. طيب if you mix red and green، لو خلطت الأحمر بالجرين بالأخضر you get brown، يجيلك كحلي. طب ليه؟ حقيقة. ميكس الألوان حقيقة، أصفر على أحمر يديني أورنج، أبيض على أسود يديني جراي، دي حقيقة. في أي بلد، في أي حتة، في أي دولة، في أي مكان، في أي زمن، حاجات حقيقة بتحصل. يبقى اللي فوق ده كله حقيقة. مضارع بسيط كده، تمام؟ مضارع.
ماشي. طيب نيجي بعد كده if I have time I usually walk. الحالة الأولى بقى، الحالة الأولى بستخدم فيها إيه؟ خد بالك إن أنا ممكن أحط when مع الحقائق هنا. when you put ice in the sun it melts. تمام؟ طيب if I have time I usually walk to school. if you read too much you have a headache. لو حقائق ومواقف شخصية دي نتخطاها سكبت عشان مش هتجيلك. if و unless حالة أولى مضارع، الناحية التانية will. تمام كده؟ الناحية التانية إيه؟ will. طيب if they arrive early they will catch the metro. لو وصلوا بدري هيلحقوا المترو. طب ما ممكن يوصلوا بدري والمترو ما يجيش يعطل. هل ده زي ان انا لو سقعت الميه تتجمد؟ لا مش زيها، ده اسمه probable. يعني ايه probable؟ يعني ممكن يحصل وممكن لا. probably. اتفقنا؟ طيب if he plays well he will win. والله هو لو لعب كويس هيكسب. هنا مضارع وحطيت اس عشان الهي مفرد. تمام؟ he will win هيكسب. بس على فكرة هو ممكن يلعب كويس والولد اللي قدامه يلعب أحسن منه وهو ما يكسبش، فمش حقيقة. إذا أنا حالة أولى conditional one. تمام؟ unless he plays well he will lose. لو لم، أنا هنا شرحة unless جنبا لجنب مع if. يعني إيه unless؟ لو لم، فهو لو ما لعبش كويس he will lose هيخسر. لو ما لعبش كويس هو هيعمل إيه؟ هيخسر. طيب if you are ill you should go to hospital. لو انت عيان المفروض تروح المستشفى. if you are ill مضارع. تمام؟ you should ممكن ندخل should في الموضوع. اي فعل ناقص يدخل في الموضوع اوكي بس ما يبقاش ماضي. في الحالة الأولى ما يبقاش ماضي. if you can't dictate your condition you should negotiate. لو مش عارف تقيم الموقف اللي انت فيه، تتعامل مع الظروف اللي انت فيها، اتفاوض مع اللي قدامك بقى لان انت كده هتخسر. كده تمام؟ طيب نيجي بعد كده ممكن قلنا شوت تدخل في الموضوع. طيب بدائل اف، احنا قلنا اف واخواتها. اف وايه واخواتها، انا كده اتكلمت في الحاله الاولى. حلو كده الكلام. طيب حاله اولى وحاله صفر. انا ممكن اقول دايما اف، لا ممكن تقول اف، ممكن تقول as long as طالما، ممكن تقول in case provided providing only if لو لم، لو فقط. تمام؟ كل ده معناه لو. فانا لو جه في الامتحان باذن الله بعون الله ما جالكش كلمه اف، قول as long as in case providing. تمام؟ provided وهكذا. تمام؟ بعد كده I will take the umbrella in case it rains. انا هاخد الامبريلا لو شتت، يبقى I will take it before it rains. هاخدها في حاله ما تشتي، يبقى من قبل ما تشتي انا هاخدها. طيب I will take the umbrella with me if it rains. I won't take it till it rains. هنا الفرق ما بين in case و if، وهو صعب احنا بنقوله في سنة تالتة بس اقوله لك مفيش مانع. if بقول لك ايه؟ take the umbrella with you in case it rains. خد الشمسية معاك عشان لو شتت، فانت كده كده هتاخدها. شتت ما شتتش انت هتاخدها. رديت انت قلت لي لا I will take the umbrella in if it rains. انا هاخد الشمسية لو شتت، فانا لو شفت الشتاء بس بعيني هاخده. يبقى in case في حالة انت عندك احتياط اكتر، عندك حرص اكتر. تمام؟ in case of بيجي وراها ing او in the event of او by او with. انا عليا in case of، دي اللي عليا بيجي وراها ing. طب ليه يا ميس؟ عشان في of حرف جر، كل حروف الجر وراها ing ما عدا to وراها مصدر. كده تمام؟ in the event of making noise I will dismiss you. في مشكلة in case of making noise، في حالة ما عملت دوشة I will dismiss you هطردك. اتفقنا؟ else or otherwise وإن. without و but for معناهم إيه؟ بدون ودي لولا. دول مين؟ دول إخوات unless. دول إخوات إيه؟ unless. فأنا بقول إيه؟ if it isn't for your help I will die. لولا مساعدتك، ما هي if not معناها إيه؟ if not معناها إيه؟ معناها unless you help me. لو أنت ما ساعدتنيش. تمام؟ if you don't help me if it isn't for your help. كل دي جمل، لأن كل الروابط اللي أنا قلتها كلها بيجي وراها جمل ما عدا in case of ومين without و but for. تمام؟ دول بيجي وراهم إيه؟ بيجي وراهم ing. يبقى without but for your help I will do. مستر بيجي انت مش قلتي without و but for و in case بيجي وراهم ing او اسم
but for coffee I can't study. بدون القهوة أنا ما أقدرش أذاكر. لولا القهوة أنا ما أقدرش أذاكر. ممكن تقول without drinking coffee صح. without coffee صح. without food I will die. من غير أكل أنا هموت. but for food I will die. unless I eat I will die. if I don't eat I will die. أو without eating عادي. unless و if not وقرا الأمثلة دي أهي. if he doesn't hurry he won't catch the train. unless he hurries. لو if و doesn't الاتنين مع بعض يبقى معناهم unless. لو لم يسرع. طيب she does her homework properly she will be dismissed. عملت الواجب حلو قوي. كلمة properly يعني جيدا. هي عاملة الواجب كويس. هي عاملة الواجب ايه؟ كويس. بس هي هتطرد. طب ازاي ميس لما تعمل الواجب كويس تطرد؟ ما هو لو لم بقى. حط لو لم عشان لو لم هتظبط الجملة. بعد كده ناخد ايه في الحالة التانية؟ ماضي بسيط والناحية التانية would. انا شرحت زيرو وشرحت اولى. تعالى ناخد ايه؟ ماضي بسيط والحالة التانية would. اهو if he came late I would punish him. لو جه متأخر انا هعاقبه. ليه قلت would؟ عشان عندي كم ماضي. تمام؟ if I were you I would study well. انا لو مكانك انا ذاكر كويس. بتستخدم مع شاطرة. مع ايه؟ شاطرة مع الادفايس. شاطرة بتستخدم مع ايه؟ مع الادفايس مع النصيحة. ودي امثلة. if he didn't live near me he wouldn't see each other. هو لو مش عايش جنبي احنا ما كناش شفنا بعض. بس احنا اصلا عايشين جنب بعض وبنشوف بعض. تمام؟ وهي بتستخدم هذه الحالة للمستحيل. if I were a bird I would fly. اهي if I were a bird I would fly. دي اختصار would. لو كنت طائر كنت طرت. انت طائر؟ لا. انت ممكن تطير؟ لا. يبقى حالة تانية. تمام كده؟ if I were younger I would go mountaineering. انا لو كنت صغيرة كنت طلعت جبال. can I be young؟ ممكن نصغر؟ أبدا استحيل. طيب if I had written homework الحالة الثالثة I would do it. تمام؟ if you were paralyzed if I had written homework. صعبة قوي الجملة دي. صعبة قوي. بعض الناس هتفتكر ان ده هادوا التصريف الثالث. لو انا عندي واجب ريتن مكتوب ده مفعول به. حاجه اسمها ريتن هومورك. ميس يعني ايه ريتن هومورك؟ مش الميس ممكن تطلب منك واجب شفوي او قراءه او مذاكره احفظ الكلمات. ده مش ريتن. ده مش واجب ريتن. طب اكتب الكلمه 10 مرات. ده ريتن هومورك. ده واجب مكتوب. واجب تحريريا. فده مش تصريف ثالث. دي حاجه اسمها واجب تحريري. تمام كده؟ if he were paralyzed دي مش وير وتصريف ثالث. لا انا بقول لو هو معاق. تمام؟ he would have to use a wheelchair. طيب نيجي هنا would have to مش would have والتصريف الثالث. خلاص. had في اول الكلام حالة حذف. if ممكن had تيجي في اول الكلام. had I a new suit يعني if I had. كده تمام؟ should it be fine ودي معناها لو. يبقى had في اول الكلام معناها لو. should في اول الكلام معناها لو. where في اول الكلام معناها لو. حلو. بتشيل had بتكتب had وتقول ايه؟ had I a car لو معايا عربية. طيب should it be fine لازم مصدر بعد should. طب where بيجي معاها يا صفة يا اسم. تمام؟ او يجي معاها to لما عيطت. فاكر الوير لما عيطت وقالت اشمعنى انا ما يجيش ورايا مصدر زي should؟ فاف شافتها ولقيتها بتعيط وقلنا هنا الوير قامت جايه عامله ايه؟ معيطه. اشمعنى انا اجي في اول الكلام وما يجيش ورايا مصدر؟ فالاف صعبت عليها الوير وقالت لها خلاص هديكي تو المصدر فخدت تو ستادي. يبقى وير في اول الكلام بتاخد تو ستادي. كده تمام؟ الثيرد كونديشنال الحاله الثالثه would have والتصريف الثالث. if they had taken a taxi they wouldn't have been late ما كانوش اتاخروا. اما يجيب لي ماضي تام اخد الناحيه الثانيه would have والتصريف الثالث. كده تمام؟ وغالبا مش هتيجي لان هي مش في كتاب المدرسه الحاله الثالثه. ودي كلها امثله if you had studied وبعد كده without هنعيد تاني. يلا بينا نحل التقييمات. اتفقنا؟ يلا بينا. a good reputation can help a person. السمعه الكويسه بتساعد البني ادم. she looked embarrassed and turned red when everyone laughed at her. مش الناس ضحكت عليها. مش الناس دلوقتي ضحكت عليها وسخرت منها. تبقى هي embarrassed محرجه. embarrassed يعني ايه embarrassed؟ محرجه. كده تمام؟ طيب
وهنا بنختار اجابتين يا ولاد، يبقى هو a good name can help a person a good name. وهنا she looked ايه embarrassed، طبعا مش او angry او كانت غضبانه قوي لما ضحكوا عليها، انما مش واثقه في نفسها ولا كانت فخوره ولا كانت خجوله، اصل شوي يعني خجول الطبع. When giving advice it's important to be honest. اما تدي نصيحه لازم تكون امين honest. Real friend are supportive. الصحاب الجيدين بيدعموا بعض يا ولاد. supportive. He felt betrayed. حس بالخيانة. When his secret was shared with everyone. لما السر بتاعه تم مشاركته من قبل الجميع. The manager fired the worker because of his repeated dishonesty. المدير رفض هذا الرجل لأنه عنده خيانة مستمرة. dishonesty عدم شرف. تمام؟ خداع، خاين، ده dishonest. If you mix red and blue you get. حقيقة الألوان حالة صفرية، الألوان بتاخدي معها حالة إيه؟ صفر. طيب. If water boils it turns. صفر. لو المية غلت تتحول لإيه؟ لبخار. حالة صفرية. If it rains tomorrow we will stay at home. لو الدنيا شتت هنقعد في البيت. مش حقيقة، ممكن الدنيا تشتي وإحنا جيلنا مشوار ضروري وننزل، فده probable قابل للتحقيق. It may happen or not. If it rains tomorrow قلنا we will stay. اللي بعدها If I had enough money I would. شطورة جميلة قمر. قوليلي فين الكلمة اللي خلتك تعرفي تجاوبي؟ كلمة ماضي. شاطرة جدع. كلمة اللي هاد ماضي. لا هتقول بقى بوت ولا تقول باي ولا تقول بايز، اصلا اي ما بتاخدش بايز، عيب كده مش اصول. يبقى انا هقول ايه؟ I would. ماشي. If I felt ماضي deeply betrayed. لو انا حاسه ان انا متخانه دي betrayed when my best friend shared my secret. عشان شكوا صحابي قالوا ونشروا السر بتاعي. A good leader has the power to influence others. الليدر الشاطر بيأثر في الآخرين. طيب a simple act of kindness. act of kindness. act of kindness عمل خير ماله can make change in our life. ممكن يأثر في حياتنا جدا. اعمل خير بسيط قوي وممكن البني آدم اللي انت عملت له الاكت of kindness يبقى very happy because of you. تمام. The old man was very cautious. الراجل كان حريص جدا. His advice help everyone. طالما advice يبقى wise. طالما قال advice يبقى بني آدم ايه؟ wise. عشان هو إنسان حريص؟ لا، عشان هو إنسان حكيم فبيدينا نصايح. فبيدينا ايه؟ نصايح. كده تمام؟ طيب. The flood left many people as victim. الفيضان ترك الناس كضحايا. تمام. If you leave now you will catch the train. لو انت مشيت دلوقتي هتلحق القطر. I always get a severe headache. أنا دايما بيبقى عندي صداع شديد. If I spend much time on computer. لو أنا قضيت وقت كبير على الكمبيوتر. وأنا عندي always يبقى always get. مش هقول I always will get. يعني هي أصلا always ما تجيش قبل الويل، ما ينفعش. كده تمام؟ If you watch the sky on a clear night you can see the stars. Unless لو لم. In case of عايزة ING. Where عايزة to. حلو الكلام؟ طيب. If you know red and white mix. If you ايه؟ mix. لو خلطت ده بده you بتاخد مصدر. If he attends the meeting he will. أنا عندي will حالة أولى يبقى attend. الناس الجميلة اللي قالت will attend. مفيش willين في جملة واحدة. احفظها كده. ميس وفاء بتقول كده. مفيش willين في جملة واحدة. يبقى الويل تيجي مرة ومش بعد الإيف على فكرة. الويل ما تجيش بعد الإيف. Many people were caught in a scam online. هم اتمسكوا وهم بيعملوا سكام. تمام؟ If you don't pay him back you will still owe him money. لو ما دفعتلوش فلوسه. pay back. كلمة pay back يعني ترجع الفلوس اللي انت خدتها. لو ما رجعتش الفلوس انت كده هتبقى مديون بيها. He can affect his sister positively. هو يقدر يأثر في أخته. affect. All students are obliged to bring the calculator to the exam. كل الولاد مجبرين يجيبوا الكالكوليتور في الإكزام اللي هو الآلة الحاسبة. عشان هو مثلا امتحان رياضة يبقى are obliged. تمام؟ The injured of the accident needed urgent medical help. الولاد أو المصابين. كلمة injured يعني مصاب.
بتوع الحادثه، مصابين الحادثه كانوا محتاجين مساعده طبيه ميديكال. مش هقول الرصاص ولا هقول الاسئله ولا هقول القنابل. يعني ايه قنابل الحادثه؟ طيب if he read the novel carefully، هو لو قرا كويس هيتعلم. he would. miss read مضارع تبقى will. read boot cut. he read مضارع ولا ماضي؟ كملي. مش مكمله. مضارع ولا ماضي؟ ردي يا ميس. ما هي ريد وكات وبوت. انا هعرف منين الماضي من المضارع اذا كانت 3 افعال واحد في كل حاجه في التصريفات؟ صلى على النبي. دي لو مضارع كانت بقت كده. الدنيا باينه. المفرد ما بياخدش مصدر. طب ايه الحل؟ دي ماضي، يبقى انا لو كتبت هي ريد دي ماضي لان المضارع باس. عارفه بقى مين اللي هي انت ما تعرفيهاش؟ عارف مين اللي انت ما تعرفهاش؟ لو قلت وي ريد، لا انا ما اعرفش. كملي كلامك. ما اعرفش لان وي بتاخد ريد في المضارع ووي بتاخد ريد في الماضي، بس طبعا تتقرا ريد، بس هي بتتقال يعني تتكتب كده. طب انا هعرف منين؟ وي جامعه اصلا ما بتاخدش اس، خلاص كده احنا ما نعرفش. لكن لو اتكتب لك علي كم سوري علي كات، طب هي كات ماضي ولا كاتس؟ هي ماضي كات، لان لو كانت مضارع كانت اتكتبت بالاس. واخد بالك؟ طيب يبقى دي حاله تانية. السؤال ده مهم. دي كده ماضي. ليه؟ لو مضارع كان خد اس لان الهي مفرد. طيب if you slept early you will. انا عندي هنا ايه؟ will. يبقى if you ايه؟ sleep. عشان دي حاله ايه؟ اولى. حاله اولى. مضارع يبقى مستقبل. if he didn't phone I wouldn't go. والله لو ما اتصلش انا مش رايحه. يبقى if he didn't phone ده ماضي، يبقى حاله تانية. يبقى انا اخد wouldn't go. طيب if it is tomorrow we not visit the zoo. if it is cold لو الجو بكره ساقعه مش هنزور الحديقه، يبقى won't اللي هي will not. اللي هي ايه؟ won't اختصار will not. حاله اولى عشان بس ما في ناس بيعتبروها تانية. لا التانية wouldn't اهي، دي تانية ودي غلط. دي الاجابه. they would travel if they have had time. هم هيسافروا لو عندهم وقت. لا طبعا they would travel if they had time. دي غلط. هيسافروا لو عندهم وقت. ليه؟ عشان would ماضي. عشان would ايه؟ ماضي. يبقى انا اجيب لها كلمه ماضي اللي هي had. مفيش have had وهاز هاز في الحلقه في قاعده if لا يتعامل الا مع الماضي المضارع الماضي التام بس. مضارع تام لا ولا مستمر. spreading lies can ruin a person's life. نشر الإشاعات والكذب يدمر حياة البني آدمين أو حياة أي شخص. ruin يدمر إنما مش يحمي. it's essential to raise awareness. لازم نزود ضروري جدا إن إحنا نزود من وعي الأطفال، يكونوا على وعي about the violent games من الألعاب العنيفة اللي بيلعبوها. if they played well they would win. لو لعبوا كويس هيكسبوا. played يبقى would win. After reading the problem أسماء felt confused. The synonym of confused. كلمة confused يعني متشتت. confused يعني إيه؟ متشتت. فهي حاسة بعد ما قرت المشكلة إن هي حاسة إن هي perplexed يعني متشتتة. ruined متدمرة. defended متدافع عنها. attacked تم الهجوم عليها. when you give your friends a novel for a week you lend it to them. you ايه؟ لو انت انت اللي اديت القصه لحد اهو you give. خد بالك مش you take. انت ما شاء الله ربنا يجعلك دايما كده you give. طالما انا اللي give يعني انا lend، مش انا borrow، مش انا امتلك، مش انا own. لا اصل هو قال give it to them lend it to them. اديتها لهم. if she cut the flower her mother will be angry. هي لو قطعت cut ماضي كده. تاني مرة السؤال يتكرر اللي أنا شرحته هنا أهو كده. تاني مرة السؤال يتكرر. أنا قلت إيه؟ read دي ماضي أو he cut ماضي لأن المضارع cuts.
لان المضارع ايه؟ cuts اهي. if she cut the flower her mother would be. دي حالة تانية. ليه يا مس حالة تانية؟ لان she cuts مضارع، she cut ماضي. some companies exploit their worker by paying them too little. بعض الشركات بتستغل الموظفين بتوعها ويدفعوا لهم اجور قليله. too little قليل جدا، يبقى exploit يعني يستغل. The teacher explained that affect is a verb and the effect is a noun. اهو قال لك خلاص، هو خدها واحده بالايه، خد انت بالايه. يبقى ده اسمه وده ايه؟ يبقى affect ده verb فعل لو انت ما تعرفيهاش، ونون يعني اسم، وإفكت اسم. If she went to the club she won't meet her friends. لو راحت النادي مش هتقابل صحابها. If she went ماضي، went ايه؟ ماضي. يبقى أنا هقول ايه؟ she wouldn't meet. لأن الماضي حالة تانية، met ماضي، يبقى أنا هجيب would حالة تانية. لو راحت النادي she would meet her friends. طيب they aren't skillful they lose the game. هم مش شطار وخسروا اللعبة. والله لو كانوا شطار كانوا كسبوا، يبقى هتحملها حالة تانية. if they were skillful they wouldn't lose. لو كانوا شطار ما كانوش خسروا. اللي بعدها freeze water to become ice. سقع المية عشان تبقى تلج. يبقى أنا هقول if you freeze water، لو حضرتك سقعت المية حالة صفرية لأن دي حقيقة. it becomes هتصبح ice، هتبقى تلج. هتبقى إيه؟ تلج. اللي بعدها they will travel they will enjoy. هم هيسافروا وهيستمتعوا. لو لقيت كلمة will يبقى أنت حالة أولى. يبقى أنا هقول if they travel، هم لو سافروا فاصلة they will enjoy. مس انت مش قلتي مفيش ولين في جملة واحدة؟ هو جايب ولين في جملة واحدة. دول جملتين، دي نقطة ودي نقطة. طيب don't play too much or father gets angry. ما تلعبش كتير عشان بابا هيزعل. لما أنا هقول إيه بقى؟ if you play too much father فاصلة will get angry. بابا هيغضب. طيب he doesn't write the lesson so he doesn't revise it. هو ما كتبش الدرس وبالتالي ما رجعوش. يبقى أنا هقول إيه؟ لو كان كتب الدرس كان رجعه. يبقى أنا هقول if حالة تانية. ليه يا ميس حالة تانية؟ مفيش will. لو أنا عايزة حالة أولى كان كتب will. if he wrote the lesson فاصلة he would revise it. والله لو كان كتبوا كان رجعوا، إنما هو أصلا ما كتبوش وما رجعوش، تبقى حالة تانية. تمام؟ boil water to evaporate حالة صفرية. ليه؟ مية، غليان، طفو، حديد، خشب، بلاستيك. طالما حقائق كده يبقى إيه؟ أنا بقول اغلي المية عشان تتبخر. if you boil water فاصلة it evaporates وديها اس. he doesn't come he doesn't meet his friends. هو ما جاش فما شافش اصحابه. اولى ولا تانية ولا صفر؟ فكري. في عندك will؟ لا مش اولى، تبقى تانية. ليه؟ هو ما جاش فما شافش اصحابه. لو كان جه كان شاف صحابه. يبقى if he came he would see his friends. كان شاف صحابه. tidy the room to look nice. روق الأوضة عشان تبقى حلوة. لسه في أمل. يبقى الجملة الأمرية تبقى حالة أولى. يبقى will تبقى حالة أولى. الجملة الأمرية روقي أوضتك عشان تبقى جميلة. يبقى أنا هقول if you tidy the room it will look nice. هيبقى شكلها حلو. يلا. they will leave we will be sad. هم لو مشوا احنا هنزعل. حالة أولى ولا تانية ولا صفرية؟ شاطرة أولى عشان في كلمة will. يبقى أنا هقول if they leave هم لو مشوا
we will be sad. احنا هنزعل. وهكمل لك بقيه الاجابات دي في الPDF اللي هبعته. تمام؟ يلا بينا. يهدف منتدى شباب العالم المقام في مصر الى الدعم الكامل للشباب وتحديد كل المشكلات. حبيبه قلبي هنجاوب بطريقه الاستبعاد. بصي the International Men Forum, the World Youth Forum, the International Youth Forum, the Local Forum. انا عندي international عندي international. حلو كده؟ تبقى world دي غلط وتبقى local دي غلط. شكرا كده تمام. يبقى انا عندي هنا International Men Forum وبعد كده International Youth Forum. هو منتدى المن، هو المن منتدى المن؟ لا مش منتدى المن. تمام. في حاجه عندك هنا برضو تانية M2. تمام. M2 عندي هنا SIM2. لا مش سيم، هي ايه؟ عرفتي منين يا ميس؟ اهي M2 اهي M2 تبقى هي M2 مش سيم. يبقى بتاعت سيم دي غلط كده. تمام. كلمه international ايه؟ international ايه؟ صح. تبقى انا عندي هنا من، لا منتدى شباب العالم المقام في مصر سنويا. طيب the international قلنا youth forum. طيب وهنا بقى هاخد وورلد. هي دي اللي فاضله، هي الوحيده اللي صح اهي. the world youth منتدى شباب العالم، لان هو كمان the world على مستوى العالم. حلو كده؟ مش لوكال طبعا. يبقى أنا عندي the World Youth Forum which is annually held in Egypt aim to fully support youth and identify and solve the problems they face. تمام؟ يجي بعد كده هندخل الكلمات دي مكانها بس عشان الوقت، وأنا هبعت لك الإجابات. ناخد يونت 4. حلو كده الكلام؟ كل الشباب أنا عارفة إن إحنا مش مستعدين ليونت 4 بال 100% بال 100%، بس أتليست هناخد جزء كده بس approach إن أنا أقدر أدخل الامتحان بيه. يلا بينا. approach نهج أو طريقة أو أسلوب أو مبدأ أو اتجاه. أنا بحب كلمة اتجاه. طيب campaign commitment الالتزام، concept depletion استنفاذ نفاذ. تمام. eco-friendly environmentally friendly go green initiative reduce renewable assembly consideration drip finding impact mission observation observe record survey reusable sustainable. اوكي. طيب كلمة environment هي البيئة عامة، البيئة اللي احنا عايشين فيها. nature الطبيعة. شوف انت لو عايز تقول بيئة هتقول environment، لو عايز تقول الطبيعة يبقى nature. اوكي. harmful مضر damaging مدمر. green او eco friendly، الاتنين green يعني حاجة صديقة للبيئة أو حاجة غير ملوثة. renewable متجددة، non renewable الموارد الغير متجددة المدمرة اللي بتخلص وهتدمرنا كلنا. non renewable احنا عايزين renewable زي the solar اللي هي الصن، the wind الرياح، الهيدرو اللي هو طاقة المياه. reduce يقلل، reuse يعيد استخدام، recycle يدور الأشياء. يبقى reuse تعيد، reduce تقللي، reduce يعني تقللي، reuse تعيد تستخدم الحاجة مرة تانية، recycle تعيد تدويرها كلها. يبقى امسك الورق ودخله في المكن وطلعه ورق جديد. تمام؟ طيب sustainable مستدام، temporary مؤقت. اوكي. initiative مبادرة، action عمل أو فعل، حاجة أنت هتعمله. أما الانيشيتيف أعلى، أهم، أكبر. تمام؟ global warming الاحتباس الحراري، climate change التغيرات المناخية. الجلوبال وورمنج إن درجة الحرارة جوه الأرض محبوسة. ليه؟ الشمس عمالة تدخل لنا واحنا كمان بنطلع تلوث، فدرجة الحرارة بتعلى. فالأوضة دي لما درجة حرارتها تعلى، درجة الحرارة بتعلى بتزيد increase rising so it's a global warming على مستوى الأرض بقى كلها. فده أدى بينا للتغيرات المناخية. طيب affect يؤثر، effect تأثير. adapt يتكيف، adopt يتبنى. أو فيها طفل يتبنى. وكل اعملوا ربنا شايف، متخافيش. الجرامر في عندي verbs بيجي وراها to والمصدر، وفي عندي verbs بيجي وراها ing، وعندي verbs تيجي الاثنين، وعندي verbs بتاخد الاثنين مع وجود فرق في المعنى. يلا بينا. ايه الافعال اللي بيجي وراها to والمصدر؟ قولي ورايا. agree to decide to expect to manage to enable to fail to learn to offer to plan to wish to promise to predict to refuse to want to hope to arrange to used to threaten.
I threatened to take his mobile. أنا هددت إن أنا آخد موبايله. تمام. afford to, pretend to, would love to, would like to, would prefer to, we need. حبيب قلبي would like, would love, would prefer بيجي وراها to المصدر. حلو كده الكلام؟ طيب يلا بينا. He refused to come to the party. رفض. دي بقى مجموعة الأفعال بيجي وراها ing. اديني كلمة ما بيجيش وراها to المصدر، بيجي وراها ing. زي go fishing, enjoy fishing, I don't mind fishing ما بمانعش أنا في الفishing, practice fishing, imagine fishing اللي هو الصيد, fancy reading, keep reading, keep on reading, dislike reading, suggest reading, finish reading خلصت قراءة, avoid reading, deny reading, admit reading. قتلها ما قتلهاش هياخد ايه؟ ing. لان انا قلت يعترف وينكر، سواء واحد اعترف بقتل حد او انكر ان هو قتله، في الاثنين يعترف بالشيء او ينكر الشيء بياخدوا ing. قتلها ما قتلهاش هياخد ing. deny وadmit. يلا بينا. begin وستارت وكونتينيو. begin يبدا وستارت يبدا وكونتينيو يبدا. احنا قلنا الافعال اللي بتاخد الاثنين تو والمصدر والاي ان جي الاثنين مع بعض والاثنين صح هم افعال البدايه. ستارت يبدا، begin يبدا وكونتينيو يبدا. كونتينيو يكمل ما يكمل اللي بداوا مشيها يبدا. يبقوا الثلاثه دول ايه؟ ياخدوا تو المصدر واي ان جي. I start to swim صح، I start swimming صح، مفيش فرق. بعد كده نيجي افعال العاطفه لايك ولاف وبريفير وهيت وديسلايك بيجي وراهم ايه؟ اي ان جي عادي جدا. طيب لايك ولاف وبريفير، ولو قلت I like او I prefer to go, I prefer to drink coffee، يعني انا عايزه قهوه دلوقتي حالا، انا حاجه حباها، هنا بتدي معنى I want. هنا دي بتدي معنى I want. لكن I like drinking coffee عامة generally I like drinking coffee. ناخد بعد كده I hate to drive the car if it's raining. أنا بتكلم عن موقف معين، أنا أكره أسوق والدنيا بتشتي، يعني أنا مش حابة دلوقتي حالا إن أنا أسوق والدنيا بتشتي. أوكي موقف معين، لكن عامة I hate driving، أنا بكره السواقة. أوكي he would like. اولا لو انت قلت would بقى انت كده طلعت في الجدول الاولاني. would like would love would prefer بيجي وراهم to المصدر. بيجي وراهم ايه؟ to المصدر. she would hate to drive. اول ما تقول would بيجي وراها ايه؟ لا ايه؟ بيجي وراها افعال العاطفه. عندنا واحد اسمه would. عم would عنده 3 بنات. عم would هحكي لك حدوته. عنده ايه؟ 3 بنات، بنت اسمها لايك، بنت اسمها لاف، بنت اسمها بريفير. حلو كده؟ عم وود ال3 بنات في بنت بتضايقهم اسمها اي ان جي، فراحوا اشتكوا لباباهم قالوا له في بنت بتضايقنا اسمها اي ان جي بتضايقنا جدا. قال لهم خلاص انا همشي معاكم في الشارع. اول ما عم وود يمشوا جنب بنته لاف او لايك او بريفير ما ينفعش الاي ان جي تيجي جنبهم، لان الاي ان جي بتخاف من عم وود. دي الاي ان جي ما ينفعش تيجي مع دول وعم وود واقف. يبقى جاوب I would like to read ولا reading؟ ها I would like to read ولا I would like reading؟ حبيبي would موجودة، يبقى الاي ان جي هتخاف من عم وود، يبقى ناخد to read. تمام؟ تمام. يبقى دي نقطة مهمة جدا. طب نقول حاجة كده بالمرة. طب عم وود عنده بنت تانية اسمها رذر. اسمها ايه؟ رذر، بس دي مش الشقيقة بتاعته، مش اختهم مش شقيقتهم. لما عم وود يمشي جنب بنته رذر ولا تاخد اي ان جي ولا تاخد مصدر، وود رذر بتاخد ما بتاخدش تو، بتاخد مصدر بدون تو. اي وود رذر ريد. فين اي ان جي؟ مفيش. طب فين تو؟ مفيش، عشان كده هي مش اختهم. would like would love would prefer بياخدوا تو المصدر. I would like I would prefer I would love to read. I'd rather read من غير تو. طيب. واتكلمنا عن التقسيمة بتاعة الأربع أفعال أهو. الفيربس عندي أفعال بتاخد تو المصدر، أنا بلخص الدرس تاني. عندي أفعال بتاخد اي ان جي، عندي أفعال بتاخد الاتنين مع عدم وجود فرق في المعنى، وعندي أفعال بتاخد الاتنين مع وجود فرق في المعنى. كده تمام؟ دول إن شاء الله بإذن الله يعني أأمل إن هما ما يجوش في الامتحان، اللي هما regret
و forget stop نقولهم برضو عشان ما ربما يجوا في الامتحان. نقولهم كلمة stop، كلمة remember، كلمة forget، كلمة regret، كلمة try. الأفعال اللي باللون الأحمر بياخدوا الاتنين مع وجود فرق في المعنى. لو الفعل تم هتدي ING، لو الفعل ما تمش هتدي to المصدر، بس كده. فأنا بقول I remember visiting London. It was a fantastic trip. أنا افتكرت زيارتي لندن كانت رحلة جميلة قوي. يعني أنت رحت تبقى ING. I remember to open the door. افتكرت أفتح الباب، يبقى أنت لسه ما فتحتوش، يبقى تاخد to. وكلهم بهذه السياق، كل ده بهذا السياق. تمام؟ نرجع للمذكرة بتاعتنا ونبدأ نحل. My watch is very expensive. كلمة expensive المرادف بتاعها برايسي أو valuable. كلمة effect تأثير، العكس بتاعها reason والكوز. يعني إيه؟ التأثير هو نتيجة، يبقى عكسها السبب. كوز وريزون معناهم إيه؟ سبب. Cutting down trees causes serious problem. قطع الأشجار بيسبب مشاكل. The city will promote recycling programs. الدولة أو المدينة بتعزز بتدعم من بناء من مشروع إعادة التدوير. He suggested that we go. طبعا suggest لو جت وجا بعدها فاعل، الفاعل ده ياخد مصدر. He suggested that we go. ميس انت قلتي suggest بيجي وراها ING خبط لازم. I suggest going. لكن أنا بقول I suggested that we. طالما في فاعل الفاعل ياخد مصدر. I have finished writing the report. finish بيجي وراها ING. Our house ربنا مش عارفة ايه. forget to lock the front door. بيتنا اتسرق، نسينا نقفل الباب. قفلته؟ الفعل تم؟ لا ميس الفعل ما تمش، احنا ما قفلناش الباب، ده اتسرق. حلو؟ خلاص يبقى تقول to lock. الفعل ما تمش تاخد to. ده مين؟ يبقى forget من الأفعال الستة. مين هم الأفعال الستة اللي بياخدوا الاتنين مع وجود فرق في المعنى؟ طيب I intend to buy a new mobile. intend بتاخد to. We must protect the environment. لازم نحمي البيئة. انتهى. The school started an initiative. المدرسة عملت مبادرة. They are going home as soon as they have finished writing. finish بيجي وراها ING كده تاني مرة يجي، يعني ممكن يجي في الامتحان. Money. What money? I don't remember to not anything from you. Money أنا مش فاكرة إن أنا خدت منك أي حاجة. أنا مش فاكرة إن أنا خدت حاجة. أنت بتعتبر إن أنا خدت، يبقى أنا هنا taking. I don't remember taking. مثل الفعل ما تمش. ما الفعل ما تمش بس هو بينفيه. ما هو قايل don't. I remember taking. أنا فاكرة إني خدت منك فلوس، يبقى أنا خدت. طب إن فيها يبقى أنا ما خدتش. الجملة دي صعبة تتحفظ. أنت بتنكر إن أنت خدت منه فلوس وهو بيقول إنك خدت، يبقى أنت أخدت، يبقى ING. إن فيها أنت بقى I didn't remember taking. أنا مش فاكرة، مش أنا افتكرت أقوم أخد منك فلوس عشان أعمل بيها حاجة، لا. I am looking forward to. look forward to من شواذ to بيجي وراها ING. You should avoid making. avoid من الأفعال اللي بيجي وراها ING حتى فيها I. بفكرهم بكده. My sister intend بتاخد to. معنى intend يعني ينوي. They will survey people to know their opinions about. هيعملوا إحصائية، استطلاع رأي. كلمة survey يعني استطلاع رأي. هيعملوا استطلاع رأي عشان ياخدوا رأي الناس. ميس انت عرفتي منين؟ مكتوب opinion رأي. Planting trees a good impact. زراعة الأشجار ليها أثر كويس على البيئة. أنا عايزة كلمة أثر اللي هو effect أو impact أو influence. She wants to record the lecture. The synonym of the word record. مرادف كلمة record تسجل إيه؟ register. تمام. find the mistake. He enjoys to play. enjoy playing. تمام. I decided going. I decide to go. Promise helping. promise to help. Suggested to take. suggest taking. تشيل الإي عشان تحط ING. كلهم بنفس السياق عشان بس إيه الوقت بتاعنا. لا ناخد الريرايت جميل. The thief said that he had stolen the jewelry. الحرامي قال إنه سرق المجوهرات. اعترف. يبقى the thief admitted stealing the jewelry.
طبعا ستول هتجيب مصدرها ستيل عشان تيجي تحط اي ان جي، تحط اي ان جي على المصدر. طيب he didn't want to come to the meeting، مش راضي يجي الاجتماع، رفض، يبقى he refused to come to the meeting. It's not a good idea to smoke cigarette، مش كويس ان انت تدخن، يبقى you should، معلش انا عملتها صعبة شوية هعملها اسهل، you should avoid smoking. تمام، عشان انا قلت يتجنب، بس انت جبتي شود يا مس وجبتي يو، مش طب استنى هعملها لك سهله شويه، هقول ايه بقى؟ it's a good idea، it's مفيش نوت، it's a good idea to avoid smoking. بس كده، حلوه دي؟ مش كويس انك تدخن، يبقى كويس، فكره كويسه لو انت تجنبت التدخين. طيب you shouldn't park here، ما ينفعش تركن هنا، يبقى you should avoid، يجب أن تتجنب parking here، الركنة هنا. كده تمام؟ I no longer borrow books from the library، أنا ما بقتش بستلف كتب من المكتبة، بستعير I stopped borrowing. يبقى stop يجي وراها ايه؟ ing. لو توقفت مش توقفت لكي، لأنها من الأفعال الستة اللي بتاخد الاتنين. Let's play chess، يبقى he suggested playing chess، وهنكمل دول هبعت لكم الإجابات. تمام، بعد كده أكمل، بعد كده ندخل في الستوري. تمام، عندنا old man and the sea، أي سؤال هيجيلك على سانتياغو هتلاقيه بيتكلم عن إن هو has determination، he's a strong man. تمام، he works hard، بيشتغل بجد وبجهد. doesn't care about luck، مش همه الحظ، هو insist on working، بيصر على العمل. why did Santiago wake up؟ ليه امتى قام؟ before sunrise، قام قبل الشروق. ليه سانتياغو love this hour؟ it's quiet، الدنيا هادية، all people are asleep، الناس كلها نايمة. تمام؟ what did Manuel give Santiago؟ food، he gave him food. how did the fisherman react towards Santiago؟ كان ايه رد فعل الفيشرمان؟ they pitied him، they pitied him. تمام، يعني صعب عليهم. what did Santiago remember؟ وطبعا respect him، بيحترمه. what did Santiago remember while he was rowing؟ وهو بيأدف، أنا أقول دايما إن هو sinking in lions. تمام، sinking in a big fish، في الأسماك الكبيرة. أوكي، طيب how does Hemingway use the bird to symbolize kindness and hope؟ إزاي هيمنجواي الكاتب استخدم الطيور كنوع من الأمل؟ يبقى إيه؟ give him hope. والجملة اللي أنا حفظتها لكم there is bird، لما يبقى فيه طائر there is fish، يبقى فيه سمك. طيب why does Santiago speak to the fish as if it were a human؟ ليه سانتياغو بيتكلم مع السمكة على كأنها بني آدم؟ تمام، he is a strong man، هو راجل قوي. اوكي، with morals، عنده مبادئ، عنده أخلاق، فايه دايما يقول لها ماي فريند كده، على اساس احترام منه ومبادئه العاليه. why does Santiago what does Santiago refusal to surrender reveal about his value؟ هو رفض ان هو يستسلم، ده بيبين ايه في شخصيته؟ he's strong، هو انسان قوي. طيب why does Santiago accept pain as part of his struggle؟ ليه تقبل الألم كنوع من أنواع الإيه؟ to give himself hope and strength، عشان يدي نفسه إيه؟ أمل وقوة. How do you think Santiago loneliness affect the meaning of his struggle؟ إزاي وحدته بتأثر على الصراع بتاعه؟ he's alone، he is alone. تمام، no one helped him، مفيش حد بيساعده. he is strong، هو قوي. الحمد لله، الفضل اللي خلصنا.
ركز معايا في القصه في النوفل، لان الشهر اللي فات ما جاش نوفل، فالشهر ده احتمال يجي نوفل. تمام، نذاكر النوفل كويس ونحل مع بعض. اتفقنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.